أهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن كلمة بسيطة جدا في معناها لكن ليها أشكال كتير جدا لازم نعرفها مع بعض. طيب، الكلمة دي اسمها هاند. أي حد هيقولها هيقولها لي هاند معناها يد، دي عارفينها من زمان. ولكن لو قلت لك تو هاند أصبح اكسبريشن معناها قريب جدا وفي متناول اليد. لو جيت قلت لك مثلا I like to have my dictionary to hand when I study English، معناها أنا بحب الديكشنري بتاعي، القاموس بتاعي to hand، قريب مني when I study English، لما أجي أذاكر English. طيب، كمان عندي كلمة underhand. underhand معناها بتتم في سرية وبعيدة عن الأنظار. يعني مثلا لو جيت قلت لك they used underhand tactics، معناها هم بيستخدموا تكتيكات سرية to win، أساليب سرية علشان يفوزوا. طيب، كمان عندي get out of hand. get out of hand معناها إن هي خرجت بره السيطرة. لو جيت قلت لك the oil price، سعر النفط، has gotten out of hand. has gotten out of hand، خرج بره السيطرة تماما. The price per gallon has nearly doubled. سعر الجالون الواحد doubled، الضعف، يناير في خلال عام. يبقى كلمة get out of hand معناها هنا اللي هو خرج بره السيطرة خالص. لو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وشير الحلقة على فيسبوك، وكمان تشترك في القناة على اليوتيوب.